السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا سنة خمسة؟ إن شاء الله هنبدأ مع بعض. المفهوم الأول في العلوم تأثير الجاذبية من الوحدة الثانية الأنماط في السماء. وهنبدأ النهاردة بإذن الله حصة رقم 1 في المفهوم تأثير الجاذبية. طبعا المفهوم كله بيتكلم عن الجاذبية الأرضية، فلازم أول حاجة يا سنة خمسة نتعرف مع بعض إيه هو تعريف قوة الجاذبية. طبعا قوة الجاذبية هي قوة تسحب الأجسام لأسفل نحو مركز الأرض. أي شيء بيتسحب لأسفل وأي شيء بيسقط نحو مركز الأرض بسبب قوة الجاذبية. يبقى قوة الجاذبية هي القوة التي تسحب الأجسام لأسفل نحو مركز الأرض. معنى كده إن قوة الجاذبية بتغير اتجاه حركة الجسم. لو أنا رميته لأعلى هي تسحبه لأسفل نحو مركز الأرض. معنى كده كمان إن قوة الجاذبية قوة سحب الأجسام لأسفل نحو مركز الأرض. كمان قوة الجاذبية قوة غير مرئية، يعني أنا ما بقدرش أشوف قوة الجاذبية عاملة إزاي، ولكن بنشعر بتأثيرها أو بنلاحظ تأثيرها. تمام. يبقى أي شيء بيسقط لأسفل نحو الأرض بسبب قوة الجاذبية. طيب ممكن يجي تعريف تاني يقول لك اكتب المصطلح العلمي. قوة بتعمل على ثبات واستقرار الأشياء على سطح الأرض. طبعا القوة اللي بتخلي كل حاجة ثابتة في مكانها على الأرض، يعني إحنا متثبتين على الأرض بسبب قوة الجاذبية. لو مفيش جاذبية سنة خمسة كان زماننا طايرين، زي رواد الفضاء بيطيروا في الفضاء لعدم وجود جاذبية. لو مفيش جاذبية ما كانش الأشياء تثبت على سطح الأرض، كانت كلها ترتفع لأعلى وتطير. تمام. يبقى قوة بتعمل على ثبات واستقرار الأشياء على سطح الأرض قوة الجاذبية. علل لماذا يطفو رواد الفضاء في الفضاء؟ لعدم وجود جاذبية في الفضاء تسحبهم لأسفل. لعدم وجود جاذبية في الفضاء تسحبهم لأسفل. يبقى أخدنا يا سنة خمسة إن الجاذبية قوة بتسحب الأجسام لأسفل نحو مركز الأرض، تعمل على ثبات واستقرار الأجسام أو الأشياء على سطح الأرض. علل لماذا يطفو رواد الفضاء في الفضاء؟ لعدم وجود جاذبية تسحبهم لأسفل. أمثلة على قوة الجاذبية. بس قبل ما نتابع مع بعض يا سنة خمسة لازم نعرف إن الأكبر جاذبية أو الأكبر كتلة والكبير هو اللي بيجذب الحاجات ناحيته. إزاي؟ يعني إحنا دلوقتي هنقارن بين 3 حاجات، بين الشمس وبين الأرض وبين القمر. أكبرهم كتلة وأكبرهم جاذبية هي الشمس، 2 الأرض، 3 القمر. يعني بالترتيب من الأكبر للأصغر، الشمس الأكبر، بعد كده الأرض، بعد كده القمر. طيب تعالى نمسك جزء جزء. تعالى نمسك دلوقتي مثلا الشمس. طيب احنا عارفين ان احنا عندنا الشمس وبيدور حواليها 8 كواكب. تمام. يبقى ديت الشمس وبيدور حوالين الشمس 8 كواكب. الشمس عشان كتلتها كبيرة وجاذبيتها كبيرة جذبت ناحيتها وخلت 8 كواكب يدوروا حواليها. ليه كل ده؟ لأن بها قوة جذب كبيرة فتعمل على جذب 8 الكواكب دول. طيب الشمس والثمان كواكب قال لك اسمهم المجموعة الشمسية. يبقى الشمس وثمان كواكب اسمهم المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية اللي هي الشمس وبيدور حواليها 8 كواكب. طب يا مس الخط اللي انت رسماه ده، الخط ده اسمه المدار. تمام. المدار هو عبارة عن شكل بيضاوي تدور فيه الكواكب حول الشمس. يبقى المدار عبارة عن شكل
بيضاوي تدور فيه الكواكب حول الشمس. شكل بيضاوي تدور فيه الكواكب حول الشمس. المدار شكل بيضاوي تدور فيه الكواكب حول الشمس. المدار شكل بيضاوي تدور فيه الكواكب حول الشمس. يبقى احنا عرفنا شمس وكواكب مجموعة شمسية. طبعا المجموعة الشمسية هي اللي في المركز، هي اللي في الأصل. ليه؟ لأن بيدور حواليها 8 كواكب وهي اللي في المركز. طيب علل تدور الكواكب حول الشمس لأن الشمس جاذبيتها كبيرة وهي الأكبر كتلة. يبقى لأن الشمس جاذبيتها كبيرة وهي الأكبر كتلة وحجم. تمام يا سنة 5. يبقى عشان الشمس كتلتها كبيرة وحجمها كبير وجاذبيتها كبيرة جذبت ناحيتها 8 كواكب بيدوروا في مدارات ثابتة. والمدار هو عبارة عن شكل بيضاوي تدور فيه الكواكب حول الشمس. من ضمن الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس من ضمن الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس يا سنة 5 هو كوكب الأرض. يعني من ضمن الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس كوكب الأرض. تمام؟ ماذا يحدث إذا انعدمت الجاذبية بين الشمس وكواكب المجموعة الشمسية؟ يعني إيه اللي هيحصل يا سنة 5 لو ما كانش فيه قوة جذب بين الشمس وباقي الكواكب؟ تسبح الكواكب في الفضاء بشكل عشوائي، يعني كل كوكب هيروح في حتة، ما خلاص مفيش مدارات، مفيش جاذبية، يبقى تسبح الكواكب بشكل عشوائي في الفضاء. تسبح الكواكب بشكل عشوائي في الفضاء. تدور الأرض حول الشمس. يعني ليه الأرض بتدور حوالين الشمس؟ احنا عندنا هنا كده مثلا الشمس بتدور حواليها الأرض في مدار ثابت. ليه؟ لأن الشمس أكبر جاذبية من الأرض وأكبر كتلة وحجم من كوكب الأرض. لأن الشمس أكبر جاذبية وكتلة وحجم من الأرض. علل ليه نشعر بحركة الأرض حول الشمس؟ الأرض بتدور حوالين الشمس وبتلف وبتدور في مدار ثابت، ولكن إحنا يا سنة 5 مش بنحس بحركتها حول الشمس. ليه؟ لأن الأرض بتدور بسرعة ثابتة. الأرض بتدور بسرعة ثابتة، إحنا مش بنحس بيها، علشان كمان إحنا سرعتنا من نفس سرعة الأرض. تاني يبقى الأرض إحنا مش بنحس مش بنشعر بالحركة بتاعتها لأنها تدور بسرعة ثابتة حول الشمس ولأننا ندور معها بنفس السرعة. يبقى هنكتب لسببين: لأنها تدور بسرعة ثابتة حول الشمس، واتنين لأننا ندور معها بنفس سرعتها. يا سنة 5 أخدنا إني أمثلة على الجاذبية. الشمس بدأنا من الأكبر، الشمس أكبر حجم وأكبر جاذبية وأكبر كتلة فجذبت ناحيتها 8 كواكب وسميناهم المجموعة الشمسية. المدار شكل بيضاوي تدور فيه الكواكب حول الشمس. تمام؟ وعرفنا كمان إن لو انعدمت الجاذبية بين الشمس وباقي الكواكب سوف تسبح الكواكب بشكل عشوائي في الفضاء. وعرفنا إن الأرض بتدور حول الشمس ولكن لا نشعر بحركة الأرض لأنها تدور بسرعة ثابتة ولأننا ندور معها بنفس السرعة. دلوقتي يا سنة 5 هناخد الأرض، احنا كده خلصنا الشمس، هندخل على الأرض. عندنا كوكب الأرض يا سنة
5 بيدور حواليه القمر. ليه القمر؟ وده طبعا اسمه مدار علشان شكل بيضاوي. تمام. طيب ليه القمر بيدور حوالين الأرض؟ لأن الأرض أكبر جاذبية من القمر وأكبر كتلة من القمر، فبتجذبه ناحيتها. القمر صغير لكن الأرض كبيرة، فمين اللي يجذب مين؟ الأرض بتجذب القمر ناحيتها لأنها أكبر كتلة وأكبر جاذبية. تمام؟ لأنها أكبر كتلة وأكبر جاذبية. طيب يمس لو القمر حجمه أو كتلته زادت، فأول ما كتلته هتزيد جاذبيته هتزيد ويقترب من الأرض وقد يصطدم بها. تعالوا كده احنا خدنا دلوقتي إن القمر يدور في مدار ثابت حول الأرض. طيب يا مس ليه القمر بيدور في مدار ثابت حول الأرض؟ لأن جاذبية الأرض أكبر من جاذبية القمر، لأن جاذبية الأرض أكبر من جاذبية القمر. طيب لو أنا خدت سؤال علي ورحت قلت لك جاذبية الأرض أكبر من جاذبية القمر، طبعا جاذبية الأرض أكبر من جاذبية القمر لأن كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر، لأن كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر. ماذا يحدث لحركة القمر إذا لم تكن هناك جاذبية؟ يعني إيه اللي هيحصل للقمر لو مفيش جاذبية، لو مفيش حاجة شداه؟ سيتحرك القمر بعيدا في الفضاء. سيتحرك القمر بعيدا في الفضاء. طيب ماذا يحدث إذا تضاعفت كتلة القمر؟ لو كتلة القمر زادت يبقى جاذبيته هتزيد، تزداد جاذبيته. تمام؟ كتلته زادت يبقى تزداد جاذبيته ويقترب من الأرض ويصطدم بها. وفي جزء تاني هناخده دلوقتي في تزداد تاني. طبعا احنا خدنا الشمس ودرسناها وخدنا الأرض، هناخد القمر. القمر طبعا أصغر واحد فيهم، ولكن القمر يا سنة 5 الجاذبية بتاعته صغيرة أيوة، ولكن تتسبب في حدوث المد والجزر. يبقى جاذبية القمر الصغيرة تتسبب في حدوث المد والجزر. ازاي؟ لما القمر مش هو بيدور في مدار ثابت، وهو بيدور وبيقرب من الأرض يرتفع منسوب المياه ويحصل مد. لما بيبعد عن الأرض ينحصر منسوب المياه ويحصل جزر. يبقى جاذبية القمر ودوران القمر في مدار ثابت حول الأرض يتسبب في حدوث ظاهرة المد والجزر. فلما القمر كتلته تتضاعف وتزيد يعني جاذبيته هتزيد، يعني يزداد المد والجزر. ويزداد المد والجزر. الأرض بيدور حواليها القمر في مدار ثابت بسبب لأن جاذبية الأرض أكبر من جاذبية القمر وكتلة الأرض أكبر من كتلة القمر. وخدنا إن القمر بيتسبب في الجاذبية بتاعته تتسبب في حدوث المد والجزر، مهم جدا. تمام. طبعا وزن الجسم على الأرض أكبر من وزنه على القمر لأن كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر. العوامل التي تتوقف عليها قوة الجاذبية. أول حاجة بتتوقف عليها قوة الجاذبية هي الكتلة. إزاي يمس الكتلة؟ إن كل ما ازدادت كتلة الجسم تزداد قوة الجاذبية، وكلما قلت كتلة الجسم تقل قوة الجاذبية. يبقى نكتب له كلما ازدادت الكتلة تزداد قوة الجاذبية، وكلما قلت الكتلة تقل قوة الجاذبية. زي بعض، كل ما الكتلة تزيد
وتبقى تقيلة الجاذبية تزداد، وكل ما الكتلة كانت صغيرة وخفيفة الجاذبية بتقل. ده بالنسبة للكتلة. تاني حاجة بتتوقف عليها الجاذبية سنة 5 المسافة. يعني ايه يا مس؟ يعني احنا دلوقتي خدنا العوامل اللي بتتوقف عليها الكتلة والمسافة، الكتلة والمسافة. بس في المسافة بيحصل العكس. ازاي؟ يعني لو انا عندي جسم هنا وعندي جسم هنا كده، المسافة بينهم كبيرة، يبقى تقل الجاذبية. لكن لما أجرب جسمين لبعض بتزداد الجاذبية بينهم، يبقى نكتب هنا كده بزيادة المسافة نقط الجاذبية. قلت المسافة نقط الجاذبية. لما تزداد المسافة زي ما انتوا شايفين تقل الجاذبية، وكلما قلت المسافة تزداد الجاذبية. يبقى العوامل اللي بتتوقف عليها قوة الجاذبية الكتلة والمسافة، وبنتلخبط بينهم جامد. الكتلة لو كتلة زادت الجاذبية هتزيد، لو الكتلة قلت الجاذبية هتقل، لو المسافة زادت الجاذبية هتقل، لو المسافة قلت الجاذبية تزداد.